السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. حبيت نرجع لكم بهمسة من همساتي. الى اللي كانوا في قناتي في الايام الماضيه كانوا همسه من همساتي. اليوم نقول لكم هذه الهمسه ان شاء الله تعجبكم ويجعلها ان شاء الله في ميزان حسناتي. إنه صعب للغاية، كيف أبدأ؟ إنه غير ممكن، كيف أجعله ممكن؟ هذا لا ينجح، سأجد طريقة لأجعله ينجح. الكلمة الطيبة يا أحبائي تأنس الروح، ترفع معنويات الفرد في لحظة من اللحظات، ويبقى أثرها في نفس الإنسان. هي بمثابة منشط حيوي. أقول لكم أن الكلمة الطيبة التي تخرج من قلب صادق، فما أحوجنا إلى الكلام الجميل الذي يحيي النفوس ويشجع الضعيف ويواسي اليتيم. فليس من العيب أن نقول كلمات جميلة، على أن تكون فرحة لغيرنا وأجر لنا. الكلمات المختارة لن تخلو من العفوية يا أحبتي. من يختار كلماته ليس بمنافق، ولكن الكلمة الطيبة والابتسامة صدقة. فزينوا صداقتكم وحسنوها، فإن الإنسان يا أحبتي بدون عض فإن اللسان يا أحبتي بدون عض لكنه يكسر عظام البشر حين يكون جارح. ربي يسعد قلوبكم. اسمعنا في كلمات بسيطة وإن شاء الله تفهموا المعنى اللي راني نقصده. صلوا على الحبيب المصطفى. ربي يخليكم ويوفقكم إن شاء الله. اكتبوا لي تعليقاتكم الجميلة. على فكرة هذا هو طريقي إلى المنزل. إن شاء الله ربي يجعل أيامكم كلها ورود. حطوا الأهداف قدام عينيكم، وربي يعينكم ويعيننا جميعا على هموم الدنيا وعلى مشاغل الدنيا وعلى الذكر وعلى كل الأشياء الجميلة. صلوا على الحبيب، في أمان الله.